ليه الناس اللي في الخليج والشرق الاوسط دلوقتي بيدوروا على حبوب اليود؟ بسبب الصراع الحالي ووجود احتماليه كبيره لحدوث حرب نوويه او تسريب من مفاعل نووي، واللي لو حصل هينتج عنه تحرر مواد مشعه كبيره جدا في الجو. اختارهم ماده اسمها اليود 131. اليود ده بقى مشكلته انه خفيف وبيطير في الهواء، فممكن يدخل جسمك عن طريق التنفس او الاكل او الشرب، واول ما بيدخل بيروح على طول على الغده الدرقيه، لانها الغده الوحيده في جسمك اللي محتاجه يود عشان تصنع هرموناتها، فبتسحب اي يود موجود في الدم سواء كان نافع او مشع. هي مش بتميز، وده اللي بيخلي خطر الاصابه بسرطان الغده الدرقيه يزيد جدا بعد التعرض للاشعاع. عشان كده وفي الحالات دي بنستخدم حبوب اسمها يوديد البوتاسيوم اللي الناس حاليا بتدور عليه، ودي بتشبع الغده الدرقيه باليود الطبيعي والامن، فتمنعها انها تمتص اليود المشع. يعني كانك قفلت الباب في وش الخطر قبل ما يدخل. بس خلي بالك ما ينفعش تاخدها من نفسك، لان ليها جرعه معينه ووقت معين على حسب التعرض. فرع ربنا ما نوصلش للمرحله دي. واعمل فولو. سلام.